كل إنسان يدعو الله تعالى ويتمنى أن يستجيب الله منه، ولكن الكثير من الناس يقولون إنا ندعو الله تعالى كثيرا ولا يستجيب الله لنا، فماذا نفعل؟ فلا بد أن نعلم أن لله تعالى اسم أعظم، إذا عرفه المسلم ودعا الله تعالى به فإن الله تعالى سيستجيب دعاءه ولا يرده أبدا إن شاء الله تعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا هذا الدعاء فقد سألنا الله تعالى باسمه الأعظم، فعلينا أن نبدأ دعاءنا بهذا الدعاء، ثم ندعو ونقول ما نريد، وسوف يستجيب الله تعالى لنا دعاءنا، ولكن علينا ببعض الآداب عندما ندعو الله تعالى. فعلينا أولا أن ندعو الله تعالى بصدق وإخلاص له وحده، ولا ندعو أحدا غيره. ثانيا ألا يدعو الإنسان على أحد بشر، أو يدعو بإثم أو قطيعة للرحم، أو يدعو بموت من يكرهه. ثالثا أن يكون منتبها لما يدعو به، فلا بد أن يكون قلبه وعقله حاضر ومنتبه لما يقوله. رابعا أن يردد الدعاء كثيرا، وأن يكون موقنا بأن الله تعالى سيستجيب منه دعاءه ولا يرده. خامسا أن يكون على طهارة عندما يدعو الله تعالى، ويختار أهم الأوقات التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، مثل وقت نزول المطر، ووقت السجود، والوقت بين الآذان والإقامة، والثلث الأخير من الليل، وعند صيامه وعند فطره، ويوم عرفة، وليلة القدر، وغيرها من الأوقات المهمة. وعلينا أن نعرف أن الله تعالى إذا لم يعطينا ما طلبنا في الدعاء فإن الله تعالى يرفع بدعائنا مصيبة كانت ستنزل علينا، فنجانا الله تعالى من هذه المصيبة بدعائنا، أو أن الله تعالى يدخر لنا هذه الدعوة إلى يوم القيامة حتى يدخلنا بها الجنة. فلا نستعجل الدعاء، فربما ندعو بشيء فيه ضرر لنا ولا نعرف هذا الضرر، فلا يستجيبه الله منا رحمة بنا وحرصا علينا.